بوحنيكه 7 الصدمات ما قدوكش، ماشي بركه ما كتوبش. يعني راه ماشي شي بالماريس اللي يخليك تحل فمك لهاد الدرجه. كون حفرتي تونس وديتيها لوروب، كون ما بقيتيش معانا في افريقيا انت. ما كنشبههمش بالكلاب، ولكن اللي جا قدو الصباط يلبسوا. بقى تشجع الاخرين اخويا، ما حد دقاني على المغرب وحنا قاعدين الغرض. فباش تجي وتحاول تاشر ان المغرب ما كانش ويلاه بان، وانت راك غادي في الخسرانه حمادي. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. وعاده ما كنبغيش نخوض في هذه المواضيع، ولكن بعض الخطرات يجب الرد. في هذا الفيديو غنرد على 3 ديال الاشخاص اللي زادوا فيه شويه. طبعا احنا كاملين كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي انه الاعلام العربي كامل فرحان وما عرفت شنو هو، وهذا الشيء عادي بحكم انه الاعلام يحث على ذلك، ويحث على انه اي منتخب عربي دار شي انجاز اعلام خصو يصفق ليه وما عرفت شنو هو. ولكن حقيقة الأمر هي أنه يقدر يكون الشعب غير الشعب ديالك يكون فخور بك، ولكن باش يكون فرحان بك هذه هضرة أخرى. حيت ديما كتبقى واحد الغيرة لداخل أنه الشعب كيتمنى لو كان المنتخب ديالو هو اللي حقق هذا الإنجاز، وهذا شيء طبيعي. ولكن بعض الناس كاين فيهم واحد الحقد وواحد الغل وهازين في قلبهم لواحد الدرجة ما نتصوروهاش. حنا قادين الغرض، دينا كأس العالم الأقل من 20 سنة، هذا ماشي غير إنجاز، هذا غيبقى في ليستوار ديال الكرة. يعني المنتخب المغربي الأقل من 20 سنة كتبت أسماء لاعبيه بأحرف من ذهب فعلا على الكاس. أول واحد غنبدا به هو هاد خونا رضوان بوحنيكة. هاد خونا رئيس تحرير قناة الهداف. هاد خونا معروف بالكراهية ديالو للمغاربة وكل ما هو مغربي. غير هو من البداية ديال كأس العالم الأقل من 20 سنة وهو مسكين يعني معذب معانا محن. فين ما كنكونوا غنلعبوا شي ماتش ضد شي منتخب كيطلع ويقول اتوقع هزيمه المنتخب المغربي، كنصدموه. يطلع عاوتاني الماتش اللي بعده اتوقع هزيمه المنتخب المغربي، كنصدموه عاوتاني. بوحنيكه 7 الصدمات ما قدوكش، ماشي بركه ما كتوبش. راه بعض الخطرات كدير عقلك وكتجيب بن الشيخ اللي كيردك للصواب، ولكن غير ذلك ما عندك غير كراهيه معلم، وهاز في قلبك وخذ راحتك. غير هو ما تحاولش تطاول على اسيادك. نهار توصل الانجازات اللي دار المغرب في الكره ديك الساعه حل فمك. واش ابو حنيكه ما طابوش لك الحناك بالتصرفيق اللي خديتي؟ هاد كاس العالم كامل وانت قانع علينا. انت كتقول غنخسروا كنربحوا، انت كتقول غنخسروا كنربحوا، يعني تدينا كاس العالم. فنتمنى منك تبقى تابعنا، حيت بان ليا صراحه كتقوس على المنتخبات الاخرين. انت اي واحد كتمنى ليه رباح كيخسر، يعني انت تابعه. غير كمل بقى قانع على المغرب، حيت انت على ما بان ليا اي واحد شجعتيه كتقوس عليه. شجعتي السبليون خسروا، شجعتي البرازيل خسروا، شجعتي كوريا خسروا، شجعتي ميريكان خسروا، شجعتي فرنسا خسروا، شجعتي الارجنتين خسروا. بقى تشجع الاخرين اخويا، ما حد دقاني على المغرب وحنا قاعدين الغرض، وانت راك غادي في الخسرانه حمادي. فنتمنى تبقى مقوص على المنتخب المغربي، الله يرحم بها الوالدين والله يكثر من خيرك. كمل. غير هو ما تفكرش وما تحتيش لنفسك، تعطيك الخاطر انك تفكر تقارن نفسك بالمغرب. نهار توصل للدومي فينال كوب دي موند ونهار تدي كاس العالم تحت 20 سنه، ديك الساعه اجي عندنا ونهضروا. ثاني واحد غنبغي نجاوبوه هو نبيل مهبول ولا نبيل مشلول ولا نبيل معلول. السي نبيل معلول قرر يسيء ل3 ديال الدول، المغرب والجزائر ومصر. قال لك سيدي تونس ما كتحتفلش بالتأهل لكأس العالم، ماشي بحال المغاربه والجزائريين ومصريين. اول حاجه ماشي شغلك، الجزائريين يحتفلوا شغلهم هذاك وغنخلي الجزائريين يجاوبوك. ثاني حاجه مصر الا احتفلات ماشي شغلك، غنخلي المصريين يجاوبوك واخا المصريين كبار عليك. ثالث حاجه المغرب واصل نصف نهائي كأس العالم النسخه السابقه، كيفاش غيحتفل؟ كيفاش المغاربه غيحتفلوا؟ انت بنتي لي خلطتي ديك التظاهرات اللي كانت في المغرب بالاحتفالات. حنا ما احتفلناش وما كنحتفلوش، وراه طلع فوزي القجع وقالها حنا ما بقاش عندنا الاحتفال للتأهل كأس العالم، حنا ولينا حاطينه بين عينينا غنجيبوا كأس العالم. انت السي نبيل معلول البالماريس ديالك كامل في خلال 10 سنوات لك مع المنتخب كلاعب، لعبتي 74 مقابله، ماركيتي 11 هدف، وتاريخ الاحتراف ديالك احترفتي 2 سنين في هانوفر من 89 ل 91.
يعني راه ماشي شي بالماريس اللي يخليك تحل فمك لهاد الدرجه، حيت انت راه سابق لك تصريحات بزاف، كتسرح فمك بزاف وما عندكش الفران. منين جاي هاد التكبر؟ منين جاي؟ فزير شويه. تاني حاجه، ما تحاولش تكبر على منتخبات فايت تأهلت للدور الثاني وصلت دومي فينال ومنتخبات اللي هي اكبر منك. ثالث حاجه، منتخب مغربي له اليد العليا في كل المواجهات المباشره ضد تونس. رابع حاجه، حاول تصلح داكشي اللي عندك قبل ما تهضر على الاخرين. اللي سمعك تتهضر يقول انت واصل دومي فينال كاس العالم. الانجاز ديال 2022 قطر اللي داروا المنتخب المغربي كون درتيه انت، كون حفرتي تونس وديتيها لوروب، كون ما بقيتيش معانا في افريقيا انت. وانا اللي كيستفزني هو انه اي واحد ما عمرو دار شي انجاز يخرج ويهضر على سيادو. وصل داكشي اللي وصلت ليه وديك الساعه هضر. اما انت الا ما وصلتيش وباقي معطل، ماشي غير ما وصلتيش باقي معطل وباقيش لا ما يدار، ما تبقاش تهضر على سيادك. يعني لا البالماريس ديالك انت كلاعب لا البالماريس ديال المنتخب ديالك يشفع لك ان تتكلم عن المغرب. وهذا الشيء راه ماشي غير مؤخرا، هذا الشيء راه من زمان. وما تقولش لي ديك الهضره ديال اول نقطه في التاريخ المنتخب عربي وافريقي في كاس العالم، نقطه ما عندنا ما نديروا بها، تمشي تربح او ترجع. اظن الميساج واضح واظن هضرتي مفهومه. ثالث واخر واحد غنبغي نجاوب عليه هو هذا الملقب بميدو، وسميتو راه كتبتها راه طويله. سميتو احمد حسام حسين عبد الحميد وصفي، ميدو. ولكن قبل ما نجاوب على التصريح نبغي نعرف بالمصرح نفسه. انت استاذ ميدو، انت اشهر لقطه ليك عند المغاربه هي هذه اللقطه هذه. يعني بغض النظر على المسيره ديالك المميزه والتقنيات اللي كانت عندك، انت لاعب بعقليه هاويه، وكذلك شخص بعقليه هاويه او عربجيه، حيث انت بفم لسانك في واحد التعليق قلتي انك تضاربتي مع ابراهيموفيتش وكنتي غتضربوا بموس ولا كنتي غتضربوا بكرسي ولا ما عرفت. ما كاينش شي واحد عنده ذره من الصواب في عقله يدير هاد التصرفات اللي درتي انت. دابا منين عرفنا بالشخص اللي عطى التعليق، اجي نجاوبوا على التعليق. الاخ ميدو قال انه فين كان المغرب من 15 سنه. انا غنجاوبك ميدو، في هذيك 15 سنه منتخب مصري عمرو ربحنا، الا هاد السنوات الاخيره اللي ربحتونا 2 خطرات. وفي عدد المواجهات المباشره بين المنتخبين حنا فايتينكم بزاف. يعني في اوج التالق ديالكم وفي اقوى نسخه للمنتخب المصري ما ربحتوش المغرب. نهار حاج يضرب عليكم باكورد كتقولوا ليها، او سيزر كيك، او نصف هوائيه، سميها كما بغيتي تسميها، هذيك راه في قمه العطاء ديال المنتخب المصري. وفي نسخ ديتو فيها كاس افريقيا المغرب ربحكم. وطبعا ما كاينش شي واحد يقدر ينكر انه المنتخب المصري سيد افريقيا في الالقاب. هذا واقع شاء من شاء وابى من ابى، ما كاينش شي واحد يحيد عليهم. ولكن باش تقول اين كان المنتخب المغربي، المنتخب المغربي من زمان كان عنده المواهب. فباش تجي وتحاول تأشر ان المغرب ما كانش ويلاه بان، المغرب راه اول فريق عربي وافريقي تأهل للدور الثاني في كاس العالم في 86. خليني نذكرك بهذه الله يرحم بها الوالدين، باش تعرف انه من ايام الجاهليه حنا كنا نقارع نفسنا بالكبار. واي منتخب واي فريق كيدوز بمرحله فراغ، ولكن فاش يرجع خصو يرجع اقوى، خصو يرجع باستراتيجيه، وخصو يرجع ببلان. حنا استاذ ميدو منبع للمواهب منذ زمن طويل. فحاول تخرج من هذه المقارنات الفارغه وقارن فيما هو ايجابي. حيت هاد التعليق ديال فين كان المغرب من 15 سنه كنا كنتسناوكم تجيو عندنا نعفطوا عليكم وتمشيو. ها فين كنا. كان تعليقا لا داعي له ولا احد يحتاجه ولا يفيد احدا وغير مبرر تماما. ما كاينش شي واحد في كامل قواه العقليه يقول بحال التعليق هذا. المهم القافله تصير والكلاب تعوي. من الاخر ما كنشبههمش بالكلاب، ولكن اللي جا قدو الصباط يلبسوا. كلامي واضح. المهم الخوت خليونا الاراء ديالكم في لي كومونتير، اش بان لكم في التعليقات واش بان لكم في الرد. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. نراكم في الحلقه القادمه. السلام عليكم.